السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. بالنسبه للوصفه ديال اليوم وصفه سهله، بمكونات كيخليوها كتجي بنينه بزاف. بقاو معايا باش تعرفوا جميع التفاصيل. ودابا اللي كانت مهتمه وباغيه تعرف تبقى معايا حتى لاخر الفيديو، فرجه ممتعه. غادي نحتاجوا لجوج بيضات بحراره المطبخ، هنا 3 ديال المعالق ديال السكر، ومن بعد غادي نقول لكم علاش درت هذه الكميه هذه فقط. بالنسبة للحليب عندي 6 ديال المعالق ديال الحليب، و6 المعالق ديال الزيت، و7 المعالق ديال الدقيق، 2 خمارات صغار ديال الخميرة ديال الحلويات، وواحد الفاني. ودابا ان شاء الله غادي نمروا للطريقة. وغادي نضيف البيض في واحد الاناء، غنخلطوا واحد شويه، ومن بعد غادي نضيف هذوك 3 د المعالق كبار ديال السكر وغنخلط. غادي نضيف الفاني، ونفس الشيء غادي نخلط. هنا الصراحه خصكم تزيدوا واحد الرشيشه ديال الملحه، ولكن انا نسيت كاع ما درتهاش، ولكن ماشيش مشكل. هنا غادي نضيفوا الزيت، وغادي نخلطوا شويه هكا تتندمج فقط. يعني ما غاديش نقول لكم زعما غتبقاو تخلطوا حتى يطلع لذاك البيض، لا. راني ضفت الحليب كيف ما شفتيو معايا. هنا ضفت الكميه ديال الدقيق اللي عندي، ودرت خميره الحلويات، وغادي نخلط الكل مزيان حتى يعني ما يبقاش هذوك الحبيبات ديال الدقيق كما عودتكم. بالنسبه للدقيق اللي ما شتيونيش غربلته، راني غربلته قبل التصوير فاش كنت كنجهز، راني غربلته صافي. هنا غادي نكون حصلت على ديك النتيجه اللي بغيتها. غادي ندير واحد 2 معالق صغارين ديال الخل، وغنخلط الكل، ومن بعد غادي ندوزو لباقي المراحل. وهنا في واحد القالب اللي سبق لي وجهزت، دهنته بالزبده، رشيته بالدقيق. غادي ندير اللوز مهرمش. هاد الخطوه هذه ممكن تستغناو عليها ديال اللوز الا ما كانش عندكم، ما ديروش، ولكن هو صراحه كيعطي واحد القرمشه زويونه للكيكه ديالنا. ولا الا كان عندكم الكاوكاو حتى هو، لان كاوكاو غادي تشوفوني غادي نستعملو من بعد في يعني من بعد ان شاء الله غادي تكملوا الفيديو وغادي تشوفوا ان شاء الله. صافي غادي ندير الخليط ديالي في القالب، وغادي نديرو في الفران يطيب لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 150 درجة. دابا ان شاء الله نتلاقاو من بعد ما تطيب الكيكة. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم واحد الخليط ولا اروع، كيجي بنين بزاف، اللذة ما نقولكمش. هنا كما تشوفوا معايا بقى لي واحد شويه ديال اللوز محمر، وشويه ديال الكاوكاو حتى هو محمر. غادي نخلط الكل مزيان، غادي نضيف لهم الحليب المحلى المركز. صافي هاد الحليب راني درتو انا اللي حضرته في المنزل. بالنسبه للوصفه راني كنت حاطاها ديجا في القناه شحال هادي. المهم ودابا غادي نزيد نطحنهم واحد شويه حتى يندمجوا مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نمروا ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نحضروا الصوص ديال الفريز. بالنسبه للصوص ديال الفريز راني سبق لي وحضرتها معكم، وقلت ما فيها باس انني نصورها لكم هاد المره. ساعه ما كملتش الحكايه. المهم بالنسبه للكميه ديال الفريز، عندي 300 غرام ديال الفريز، ضفت لها معلقه ديال السكر و50 ملي ديال الماء. هنا كما شفتوا معايا كان عندي واحد الفلو ديال الفريز هو اللي استعملت هكا باش كيعطيني واحد زاد لي النكهه ديال الفريز الصراحه واللون، ولكن لما كانش استغناو عليه ما ديروهش. وواحد المعلقه ديال النشا، فإلا ما درتيوش هذاك الفلون ديروا 2 معالق ديال النشا، انا استعملت فقط ملعقه واحده. صافي غادي نخلي الكل حتى ينطلق هذاك الفريز، وراه دغيا كينطلق يعني دغيا دغيا. ومن بعد غادي نطحن الكل مزيان، وهكا غادي يكون الصوص واجد. هنا من بعد مرور 30 دقيقه الكيكه ديالي كطيب، كتجي على هذا الشكل هذا. صافي كتجي ولا اروع كيف ما كتشوفوا معايا، راه واضحه بان راه خفيفه، وداك اللوز اللي درت في الجوانب حتى هو عطاها واحد اللذه، وفي نفس الوقت منيضر.
من بين كيما كتشوفوا معايا هذا هو السبب علاش درت فقط 3 ديال المعالق ديال السكر في الأول، لإن غادي نستعمل هاد الكاوكاو مع الحليب المُحلى المُركّز، فبالتالي غادي تجي إلا درت كمية كتر، فغادي تجي حلوة بزاف. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا كتحاولوا معاها شوية حتى كتلقوا داك الكاوكاو، ومن بعد كتضيفوا الصوص ديال الفريز، ومن بعد غادي نخليوها حتى تبرد تمامًا، وعاد غادي نمروا باش غادي نكملوا التزيين ديالها. أنا في الأول كان عندي البلان غادي نخليها هاكا، ومن بعد عاد قُلت باش نكسر لها ديك اللون ما شاء الله جا مشعشع. المهم جبت هاكا شوية ديال الشكلاط حكيتو، من بعد هاكا درتو في الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا. وكيف بالنسبة ما كنقول للإضافة لكم التانية دائمًا اللي درت التزيين هاد كيبقى التوت، على حسب إلا الرغبة ما وعلى حسب كانش شنو ممكن كاين في تستغناو الدار. عليه أنا تمامًا. هنايا كان أنا عندي كان داك عندي التوت مجمد فاستعملته. مجمد، يعني كنت شارية وصافي الصراحة ما غادي مجمدش ولكن نخلّيوها ما المهم بقات لي واحد من الكمية ودرتها الأحسن أنا غادي المهم هذه المجمد. كنصيحة، صافي من درتها هكا الأحسن هاد زينت الكيكات بحال بها هاكا ما ناكلوهمش في نفس النهار، الكيكة نخليهم ديالي، حتى الله غد ليه. وصافي الصراحة كتكون كيشربوا داك كيكة جاهزة. ما عرفت غادي المهم ما نقدموها عرفتش كيفاش دابا غادي نقولها لكم، بالصحة ولكن والراحة. هاديك العناصر كلها كتندمج مع بعضياتها، الكيك ديالنا بحال كيتشرب يعني كيجي أحسن، وصافي هذا ما كان. المهم الكيكة ديالنا كتجي على هاد الشكل هذا ولا أروع، كتجي بنينة بزاف غزالة شكلًا ومذاقًا. كنتمنى أنكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وكيف ما عودتكم دائمًا أنني ضروري غادي نحل مع غادي نحل معاكم غادي نقطّع معاكم واحد القطعة. سمحوا لي حسيت براسي في هاد الفيديو هدرت بزاف، بزاف والله آآ صافي ما بقاش عندي الجهد. المهم دابا غادي نمرّوا باش غادي نقطعوا واحد القطعة ونشوفوا كيفاش جات الكيكة ديالنا. كما قُلت لكم أنا راني صوّرت هاد الشي كلّه في نهار واحد، يعني درت عرفتي درتها في التلاجة غير باش تبرد باش نقدر نقطعها لكم يعني داك الساعة، وصافي دابا غادي نقطعوها. ولكن كما قُلت لكم خليوها واحد الليلة باش تزيد ديك النكهات يندمجوا مع بعضياتهم، كتجي بنينة بزاف. وهنا كتجي على هاد الشكل هذا، هذاك الكاوكاو مع الحليب المحلى المركز صراحة خطير. أنا الصراحة عجبتني بزاف. المهم كنتمنى حتى نتوما تجربوها وحتى نتوما تعجبكم كيف ما عجباتني حتى أنا. صافي دابا غادي نمرّوا باش غادي نذوقوها. المهم حقكم في الجنة كما كنقولوا. صافي كتجي على هاد الشكل هذا. كنتمنى أنكم تجربوها وتستمتعوا بها حتى نتوما مع العائلة ديالكم. وكن كما كنقول لكم دائمًا إلا عجبكم الفيديو خليو واحد اللايك، اشتركوا في القناة إلا كنتم مازال ما اشتركتيوش في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. ودابا ما بقى لي نقول لكم غير بسلامة عليكم حتى الفيديو القادم إن شاء الله، مع السلامة.